السلام عليكم احسن متتبعين القناه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ديالكم ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكه. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطبيله ديال الفطور مبهجه بالوينات مختلفين كيعطيونا واحد البهجه للطبيله ديالنا، وميم طون وصفات اللي هما بساطين ومعروفين عندنا حنا المغاربه ضروريين في الطبيله ديالنا. وصفات اللي كيوجدوا دغيا، يعني فاش يكونوا عندكم الضياف كما كتعرفوا ضروري الطبله يكون فيها المالح والحلو، وتجمعوا بين بزاف د الحوايج في نهار واحد، ويكونوا دغيا كيوجدوا ما كياخذوش منكم اليد ديالكم، يعني ما ياخذوش منكم وقت كبير باش فاش تساليو النهار يكون ان شاء الله النهار كامل واخا متعب، ولكن فاش كتشوفوا ديك كلشي واجد ومقاد كتفرحوا صراحه. بسم الله على بركه الله. انا اول حاجه درتها هي صيبت هاد الطورطه بارده. هاد الطورطه بارده انا سميتها طورطه 5 ملاعق. بالنسبه للمقادير درت فيها 5 المعالق ديال الدقيق، 5 المعالق ديال السكر، 5 المعالق ديال الحليب، و5 المعالق ديال الزيت، طبعا معالق كبار عامرين مزيان. عندي بيضه واحده، عندي واحد السكر ديال الفاني، واحد الخنيشه 7 غرام فاصلة 5، وعندي واحد الخنيشه ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، وغندير غير نص علبه ديال الياغورت فقط، وضروري معلقه صغيره ديال الخل. راه كنقول لكم كيعطي واحد القوام زوين للكيك. بالنسبه لهاد الكيكه هاد الطورطه انا بغيت الطبقات يجيوني رقاقين، حيتاش غنديرها بحال تحليه في الطبيله ديالي، ما بغيتهاش تجي عاليه. مهم كلشي كتشدوه تتخلطوه في مولينيكس، ما غنقول لكمش هذا الشيء، راه كلكم عارفينه. كما كنقول لكم ديما سبقوا البيض مع السكر حتى يطلعوا، وزيدوا الزيت، زيدوا داك الحليب، كلشي زيدوه خليو. المهم اخر حاجه غتزيدوها هي الخميره الحلويات والدقيق. كما شفتوا من بعد ما حطيتها في الفرن ها هي طابت، خديت واحد العويد سنان تقبتها كامله، بغيت نسقيها. بالنسبه هنايا انا خديت تقريبا هي ثلث كاس ديال الحليب، درت معاه واحد نصف خنيشه ديال سكر الفاني، وسقيت به الكيك ديالي. هنا بالنسبه للطبقه الاولى انا خديت ربع لتر ديال الحليب، راه قلت لكم بغيت الطبقات يجيوني رقاق، مع 2 معالق ديال المايزينا و2 معالق ديال السكر، وزدت ليهم هذيك نص خنيشه ديال الفانيل اللي شاط ليا من السقوه ديال الكيك. نحركوا المكونات كاملين، نشعلوا عليهم على نار مهيله مده 5 دقائق مع التحريك المستمر. من بعد كنفرغوه على الكيك ديالنا. انا مبغيتش نطول عليكم هنا الفيديو، اللي بغى التفاصيل راه كاين لا فيديو نحطو بوحدو في القناه، كل فيديو بوحدو. هنايا كما شفتوا درت واحد الطبقه ديال البنان من فوق كريم باتيسير، وجينا هنا باش نوجدوا اخر طبقه اللي هي طبقه ديال الليمون. انا هنا عاوتاني خديت ربع لتر ديال الليمون، حتى هو بغيت يجي طبقه رقيقه، خديت ربع لتر، وخديت 2 معالق ديال السكر، وخديت معلقه ونص ديال المايزينا، وخلطت كلشي مزيان، وضفت ليهم واحد الخنيشه ديال زهره البرتقال، سكر منكه بزهره البرتقال. غادي تخلطوا كلشي وحتى هو تخليوه على نار مهيله مده 5 دقائق حتى يعقد لكم الخليط ديالكم. اون فوا يعقد الخليط كبوه دغيا ومولوا اللاطه، ممكن تلعبوا بها باش يجيكم على الطبقه كامله يعني، وسربيو باش ما تجيكمش هذيك الطبقه، خصها تجي لامعه ومقاده ومستويه كما كتشوفوا. خليوه في الثلاجه حتى تبغيو تقدموا الطبيله ديالكم، عاد تجبدوه من الثلاجه عاد تحيدوه من المول. كما كتشوفوا هكا جاوني الطبقات كما قلت لكم مستفين عبار مقادين ورقاقين كما كنت بغيتها. ديروا نفس المقادير وغادي تجيكم النتيجه ان شاء الله زوينه ورائعه. مهم من بعد انا جيت هنا باش نحضر هاد التحليه هادي، حتى هي راه كتجي زوينه بزاف. ديروها في الفطور ولا في السحور راه كتجي غزاله. هنا عندي 2 ديال الطبقات، وحده غادي ندير فيها ربع لتر ديال الحليب، وعندي تما واحد الفلون ديال الفخيز، وعندي 2 معالق ديال السكر، وعندي معلقه ونص ديال المايزينا، درت هي معلقه ونص في الطبقه الاولى. بالنسبه للطبقه الثانيه انا خديت حتى هي ربع لتر ديال الحليب، خديت واحد الخنيشه ديال الفاني، 2 معالق السكر مع 2 معالق ديال المايزينا. هنايا كما شفتوا خلطت كاع المكونات. هذاك الطبقه الاولى اللي قلت لكم، راه التفاصيل غتلقاوها كل فيديو بوحدو في اليوتيوب. كما شفتوا هنا من بعد ما عقد لي الخليط، انا هنايا كما كتشوفوا بغيت يجي فيهم هاد لا ديكوراسيون. غادي ديروا الكيسان على الحيط، مولوهم شويه وكاليهم بشي حاجه وخليوهم يرتاحوا على خاطرهم. انا هنايا راه خليتهم مده حتى نصبت الحريره شعلت عليها، حتى وجدت داك توجد الحريره كامل وشعلت عليها، عاد باش رجعت حضرت ديك الطبقه الثانيه.
كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه للطبقه الثانيه درت فيها داك ربع لتر ديال الحليب، 2 معالق ديال المايزينا اللي قلت لكم، 2 معالق ديال السكر وديك الخنيشه ديال الفاني. غتخلطوا كلشي كما قلت لكم مده 5 دقائق فوق النار. ما تحبسوش على التحريك باش يجيكم المس ديالها كريمي. فاش تشوفوها باغا تعقد ضيفوا لها معلقه ديال الزبده صغيره كما شفتوا باش كيبقى الملمس ديالها كريمي وناعم جدا. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. شوفوا كي جات تبارك الله زوينه بزاف. وكما قلت لكم الطبيله ديالي حاولت نلعب على لي كولور مختلفين اللي هما مفتوحين باش تجي فيها ديك الطبيله مبهجه. من بعد كما شفتوا راه قلت لكم من قبل انا نصبت الحريره، ما بغيتش نعاود لكم الفيديو ديال الحريره والمقادير ديالها، راه دائما كنديرها بنفس الطريقه. والفيديو ديال الحريره غتلقاوه في اليوتيوب وكل حاجه. ما قلت لكمش التفاصيل ديالها الا وحطيتها ديجا من قبل في اليوتيوب. نحط لكم الروابط ديالهم كامل في صندوق الوصف. هنا الحريره انا دورتها بكري باش نحيدها عليا. وهنا كما كتشوفوا جيت باش نعجن هذاك البانكيك ديالي. راه سهل وزوين بزاف، كيجي خطير بزاف وتيدير اضافه للطبيله كحاجه حلوه. يا اما ديروا الكريب ولا البانكيك راه بحال بحال. هو البانكيك كيطيب دغيا وكيوجد دغيا افضل. عندنا هنا 2 بيضات، عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض فورس ديال الحلويات، و250 مليلتر ديال الحليب. عندي قبيصه الملحه، عندي واحد الخنيشه ديال الفاني كتعطي فيه لوغو زوين والريحه زوينه، وعندي خماره حمراء كما شفتوا. عندي 6 المعالق الزيت مع 4 المعالق ديال السكر. بالنسبه للمكونات كتخلطوهم كاملين يا اما في مونينيكس يا اما في الطراب الكهربائي بحال بحال كلشي خلطوه. هنايا كنخلي الكريب ديال البانكيك ديالي كنخليه نص ساعه كيرتاح، نص ساعه 40 دقيقه، المهم من 20 الفوق. كل ما ارتاح مزيان كما شفتوا باش كيجينا مزيان ضروري يرتاح. هنايا بديت كنطيب البانكيك ديالنا. راه ساهل، هي كتشوفوا دوك الجنيبات بداو كينشفوا كتقلبوها. شوفوا اللوينات كيفاش كيجي غزال. حتى هو غنحط لكم الرابط ديالو ان شاء الله يا ربي، راه ديجا شاركته معكم في القناه. عرفتوا هنايا هاد اللقطه هادي المود ديال الضحك. عرفتوا كنطيب بغرير في هاد المقله صغيره والبانكيك في هذيك المعلقه في هذيك المقله الكبيره. كنطيبهم بجوج في خطره سطيت عرفتي دغيا كيحمر وحمقوني. شوف كي جا البغرير ديالنا تبارك الله زويون ومتقب غزال. وهنايا جيت باش نحضر معكم الحشوه ديال ميني بطبوط. كما شفتوا درت البصله مع المليحه خليتها حتى هبطت على خطرها كما شفتوا تاخذ داك اللون الذهبي. هنايا عاد كنجي كنضيف ليها فلفله حمراء فلفله صفراء كنخليهم عاوتاني حتى تيهبطوا على خاطرهم كما شفتوا. عاد باش كنجي نضيف التوابل ضفت غير ياس معلقه ديال السكينجبير وديال الخرقوم. هنايا انا اللي كنعتمد عليه مزيان هو الملح والكمون، هو اللي كيعجبني حيت بغيت ندير هاد الحشوه بالطون. وصراحه في كاع دوك الحشوات اللي كندير في ميني بطبوط بالنسبه ليا افضل حشوه كنحماق عليها هي صراحه هذه ديال الطون. كما شفتوا من بعد ما طابت ليا الحشوه خديت هنايا الطون كما شفتوا، قطعت الكاشر مكعبات صغار، الزيتون حتى هو زدت قطعته، وعندي هنايا فرماج احمر كما شفتوا. وهنايا كنخلطوا المكونات كامل وكنديروا داك الفرماج مع حد الحشوه سخونه باش يذوب لينا دغيا. واصل كما قلت لكم هذه هي افضل انا حشوه عندي في البطبوط. كل واحد انا بعدا كيعجبني بزاف لوغو ديال الطون فيهم. بالنسبه للميني بطبوط انا كنت درتو صراحه النهار اللي قبل، غادي نحاول نحط لكم حتى هو الفيديو ديالو واسرار النجاح ديالو. هنايا عمرتهم. المهم هاد لا فيديو حاولت نجمع لكم كل حاجه بوحدها وما كل حاجه درتها فوقيته اخرى. هنايا كما شفتوا خديت لي السيكار ديالي والبريوات انا قليتهم في الزيت. هاد المقيله ديال الفريت كتكون غارقه باش كيتحمروا ليا من الجوانب وكيعطيو واحد التحميره غزاله. وضروري من بعد يوم متعب ونهار كامل وحنا في الكوزينه ضروري انا بعدا كيعجبني نلبس ونقاد ونجلس نتسنط حتى انا على ديك الطبله. خديت هنا قفيتين ديال الراندا كما شفتوا بالشربيل ديالو والسميطه ديالو، ضروري نتهلا في راسي شي شويه. هنا بديت كنوجد حطيت هذيك الطبيله كما شفتوا درت لها لا ناب ديالها وبديت كنحط هذاك الشيء بشويه بشويه عليا ونقاد على خاطري. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا ديال اليوم كما شفتوا. انا بعدا المهم داك النهار كامل وبنادم واقف في الاخر عجبني الشكل النهائي ديالها. نتمنى من الله يعجبكم. ضروري كما كتعرفوا
الطبله ديالنا المغربيه راه تبارك الله ما شاء الله مليء الطبخ المغربي ديالنا بالشهيوات والوصفات. انا حاولت ندير الحوايج اللي هما ساهلين وكيوجدوا دغيا حيت يدي بوحدي وما عنديش اللي يعاونني. اول حاجه ضروري الحريره في اي طبله مغربيه، 30 يوم د رمضان الحريره 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 كلشي كما عرفتوها كاملين. وضروري الطبيله ديالنا يكون فيها الملح والحلو. بالنسبه للملح انايا اول حاجه كما قلت لكم البريوات قليتهم هما ولي سيغار في الزيت. شوفوا كيفاش درت لهم شويه ديال الربيع من التحت، درت لهم شويه ديال الفرماج من الفوق، جات فيهم كديكوراسيون فقط. هنايا لي سيغار ديالي حطيتهم في واحد الطبيصه على شكل وريضه نيت بحال الوريضه ديال القزبر والمعدنوس. كما شفتوا التحميره جات فيهم غزاله بزاف بزاف. هنايا بيتزا رولي راه ديجا شاركتها معكم في القناه، والله ما بقى لي الوقت باش نبقى نصور كل حاجه بوحديتها، يدي بوحديتها كما قلت لكم. هنايا ميني بطبوط، شوفوا تبارك الله كي جات التحميره ديالو كما شفتوا معايا. زدت هنايا بطبوط ديال الشحمه عادي غير بالشحمه والفلفله حمراء. باش درتو انا كنسخنو ونطوي على 4 ونحطو في الطبيص لا تهكك باش ما يبردش ليا، حيت حاولت نوجد الطبيله قبل من الفطور شويه. كما شفتوا هنا بالنسبه للحلو انا خديت البانكيك بغرير معشوق الجماهير اللي كلشي كيحمق عليه. درت هاد الطورطه اللي ديجا شاركت معاكم، شوفوا كي جات تبارك الله غزاله، واحد الوجه فيها خطير خطير بزاف بزاف. كما كتشوفوا هذه التحليه اللي ديجا شاركت معكم حتى هي في هذا الفيديو. انا منين بغيت نحطها زدت ليها غير شي شويه ديال اوريو من الفوق فقط. اي طبله مغربيه ما كتخلاش من الشباكيه، التمر معمر، السلوش، السفوف، كل واحد شنو كيسميه، البيض مسلوق، المهم كل واحد المهم الحوايج اللي زدت في اخر لحظه. ما نسيت. المهم بالنسبه للعصير انا خديت هنا عصير الليمون الطبيعي، عصرت الليمون، وهنايا خديت لافوكا درتها مع الحليب. هادشي اللي درت في العواصر جوج، واحد بالحليب وواحد بالليمون كما كتعرفوا. المهم اخر حوايج زدتهم الطبيله ديالي صراحه ما كنت صورت دوك اللقطات الاخيره دغيا كيخصك تعمري اتاي، خاصك ديري هذه. درت اتاي بالنعناع اللي هو ضروري كيعجبنا كاملين، ذوبت الزبيده والعسيله على حساب بغرير، زدت هذاك الفرماج وكيري على حساب اللي بغاهم صافي. وبهكا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى من الله الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، والطبيله ديالتي اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بلايك كومونتير محفز، كيعجبوني لي كومونتير بزاف صراحه، كيعجبني ملي كتكومونطيو ليا. ما تنساوش لي كومونتير، بارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل مع لا فامي ديالكم باش تزيدوا تشجعوني ونزيد للقدام. لاول مره كيشاهد القناه ديالي يشارك فيها وفعل الجرس باش دائما يوصل جديد. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وعواشركم مبروكه مره اخرى، الى اللقاء.